السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي آية أحمد ودي قناتي. النهاردة أقول لكم إزاي تعملوا بسبوسة المحلات بطريقة سهلة جدا. مقادير موجودة في كل بيت. المقادير معايا هنا بالكوباية مش بالجرام خالص، يعني لو انت مبتدئة في المطبخ هتطلعي بسبوسة ناجحة 100%، هتبهري كل اللي هيدوقها. هقول لكم أسباب نجاح البسبوسة وإيه الأسباب اللي بتخلي البسبوسة تطلع ناشفة معاكم. البسبوسة هتطلعوا بسبوسة طرية جدا لحد اخر قطعة طرية معاكم. تابعوا الفيديو للاخر، هوريكم البسبوسة لحد اخر قطعة كانت عاملة معايا ازاي. ويلا بينا نشوف المقادير بتاعة البسبوسة. اول حاجة هنا معايا مقادير الشربات. معايا هنا كوبايتين من المية وكوباية ونص من السكر. شربات البسبوسة بيبقى شربات خفيف. هنزل بالسكر والمية على البوتاجاز وابتدي اقلبهم كويس لحد ما اتاكد ان هما بيندمجوا معايا. هسيب الخليط ده يغلي، نعدله من لحظة ما الخليط ابتدى يغلي هديله 5 دقايق بالظبط، وكده يبقى تمام. هشيل بس اي شوائب على الوش. كده الخليط قعد معايا 5 دقايق، هبتدي انزل عليه بعصرة ليمونة كبيرة. بس خلاص كده هقلب تقليبة كويسة. كده شربات البسبوسة جاهز معايا. نيجي بقى لمقادير البسبوسة. معايا هنا كوبايتين من الدقيق السميد، واهم حاجة عندي يكون السميد ده سميد بدون اي اضافات، يعني نروح للعطار نقول له احنا عايزين دقيق سميد سايب من غير اي اضافات. معايا هنا نص كوباية سكر، نص كوباية سمنة. معايا هنا ربع كوباية من المية، نص كوباية بندق متحمص، ربع معلقة بيكنج باودر، معلقتين كبار من الدقيق اللي هو متخصص للمخبوزات. الدقيق بيدي قوام حلو قوي للبسبوسة. معايا معلقتين كبار من جوز الهند، كوباية الا ربع من اللبن. المقادير اللي الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق هي الكوباية اللي بعاير بيها بقية المقادير كلها. اي كوباية في المطبخ عندكم، مش حتى مش شرط كوباية معيارية. هبتدي هنا انزل بالمكونات اللي هي الجافة على الدقيق السميد اللي هي البيكنج باودر والدقيق، وهديهم تقليبة كويسة قوي. اتأكد ان البيكنج باودر والدقيق اتوزع في كل حتة. معايا على البوتاجاز هنا هنزل بالسكر وبالمية واسيبهم يتكرملوا معايا. فايدة الخطوة دي ايه؟ ان انا هاخد اللون اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، اللون اللي هو الذهبي اللذيذ ده اللي بيدي للبسبوسة لون حلو قوي زي بتاع المحلات بالظبط. هبتدي هنا اقلب كويس. كل ما الخليط يبتدي يغلي معايا هبتدي اقلب كويس، اتاكد ان الخليط مفيش سكر في الجوانب. ولو لاحظت ان في سكر في الجوانب بفرشة كده هدهنها مية وهنزل بالسكر ده عشان ما يتكتلش معايا في الاخر. وهقلب كل فترة، هبتدي اقلب كويس اتاكد ان مفيش سكر بيتكتل تحت. شايفين الجوانب ابتدت تصفر كده، ابتدى اللون يتكرمل معايا. في اللحظة دي انتوا ما تسيبوش الخليط خالص لانه في لحظة ممكن لونه يتغير وبيتحرق. هبتدي اقلب كويس قوي. نقلب كويس. النار متوسطة مش عالية قوي عشان ما يتحرقش معايا، ومش واطية عشان برضو يستوي. هبتدي اقلب. اللون بيتغير في لحظات. هنا مش هبطل تقليب خالص، اتاكد ان الخليط كله بيستوي واللون كله بيتكرمل معايا. الخليط بيطار بسرعة، لونه بيغمق بسرعة. هبتدي اقلب كويس قوي لحد ما اوصل للخليط اللي انتوا شايفينه ده. الخليط بقى بني فاتح كده شوية. هنا انا الخليط بتاعي بالنسبة لي كده مظبوط. اول ما ابتدي يطلع الدخان بتاعه دون واللون ده هنزل عليه على طول باللبن عفوا. واللبن هنا ننزل بالتدريج ونخلي بالنا عشان بيحصل فوران مش طبيعي. لازم تكون الحلة بتاعتكم حلة غويطة. هبتدي اقلب بقى، اوطي النار خالص واقلب بالراحة. هنا هنلاحظ ان الخليط بيقفش معايا، ما تقلقوش خالص. قلبه بس بالراحة وهتلاقوا الخليط بيفك تاني معانا وما فيهوش اي تكتلات. بالراحة خالص وطيت النار هنا وهبتدي اقلب بالراحة. هتلاقوا ان الخليط بيبتدي يفك معايا خالص وما فيهوش اي تكتلات ولا في اي مشكلة. بس واحدة واحدة بتلاقوا ان الخليط خلاص بيسيب معايا اهو. تمام او كده. هنزل بقى عليه بالسمنة. السمنة صفرة، يفضل طبعا ان هي سمنة صفرة، بس طبعا لو عندكم سمنة بيضة عادي. هبتدي بقى هنا
هدي تقليبة. وهنا هنلاحظ اول ما نقلب هنلاحظ هنا ان الخليط بيفصل معايا. يعني بصوا، ما تخافوش طبعا الخليط بيفصل، ده طبيعي خالص، ما تخافوش ما تقلقوش، انتوا كده برضو ماشيين صح. هبتدي اقلب لحد ما السمنة تفك معايا خالص مع الخليط ده وتغلي. بالظبط. هنزل بقى اخر حاجة جوز الهند. وهنا مش هكتر على الخليط خالص. انا اول ما اقلب جوز الهند كويس واشم ريحتها هطفي النار على طول. شايفين بقى الخلطة التحفة دي؟ هي دي بقى اللي هتخلي البسبوسة معاكم ناجحة. بس خلاص انا كده الخليط ده جاهز معايا كويس قوي. هشيله من على النار. كده بقى خلصنا الخليط السائل، ننزل عليه بقى بالخليط الجاف. وهنا اهم نصيحة عشان البسبوسة ما تنشفش معاكم، اهم نصيحة اقولها لكم ان انتوا، احنا هنا نزلنا بالمقادير اهي، اهم نصيحة هقولها لكم ان انتوا ما تقلبوش خالص في البسبوسة، ما تقلبوش كتير. يعني مجرد ما المكونات تمتزج معاكم كده بس، ما تعجنوش البسبوسه، ما بتتعجنش عشان هو ده اللي بينشف البسبوسه معاكم. بتعملوا لها عرق، كتر التقليب فيها والعجن بيعمل عرق للبسبوسه ويخليها تطلع ناشفه معاكم. حتى لو انتوا اتبعتوا الخطوات دي كلها. شايفين انا بقلب بس مش بعجن. هقلب كويس لحد ما اتاكد ان دي ما عادش ليه ملامح وان الخليط كله معايا بقى شكل واحد. شايفين اللون بتاع البسبوسه هو ده اللون المكرمل بتاع المحلات اللي انتوا بتشوفوه. هبتدي بقى اقلبها كويس. بس مجرد ما البسبوسة خلاص كده اتقلبت، ولا عجن ولا اي حاجة، انا بتأكد بس ان مفيش دقيق في قاع الطبق. انا كده خلصت خليط البسبوسة جاهز معايا زي ما انتوا شايفينه كده، كله لون واحد. عندي هنا صينية مدهونة سمنة او زبدة، او ممكن تحطوا طحينة تدهنوها طحينة. هبتدي بقى افرد الخليط اللي انا عملته ده كويس في الصينية. نبتدي نفرده كويس قوي بسمك سنتي، حوالي سنتي كده. هبتدي بقى اعمله كويس. وهنا طبعا البندق اختياري، انتوا ممكن ما تحطوش بندق خالص، ممكن تحطوا سوداني، ممكن ما تحطوش اي حاجة خالص. بس البندق بيليق جدا مع البسبوسة وبيديها طعم جميل. انا ببتدي بقى هنا احط البندق، وهبتدي بالمعلقة او بايدي ان انا اضغط عليه كده عشان ما يخرجش وهي بتستوي وانا بحط الشربات. وهنا النصيحة التانية اللي اقولها لكم عشان برضو البسبوسة ما تطلعش ناشفة معاكم، ان انتوا تحطوا، عفوا تعلوا الفرن بتاعكو على درجة حرارة 200، الرف الأقرب للأرضية من فوق ومن تحت. البسبوسة بتاخد 15 دقيقة بالكتير قوي، 20 دقيقة وبتطلع معاكو تحفة زي ما انتوا شايفينها كده. البسبوسة بتاعتي سخنة والشربات بتاعي بارد، هنزل عليها على طول بالشربات أول ما تخرج من الفرن. شايفين من أحد أسباب نجاح البسبوسة ان انتوا بتحطوا الشربات اهو، والبسبوسة عمالة تشرب في الشربات. طبعا انتوا كده ضمنتوا بسبوسة ناجحة 100%. هبتدي، شايفين البسبوسة انا كل ما بحط لها شربات عمالة تشرب معايا. هبتدي اشربها كويس جدا. ما تنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله، واشتراك للقناة. انا عمالة اشربها والبسبوسة عمالة تشرب معايا ما شاء الله. البسبوسة ناجحة جدا. شايفين لونها جميل ازاي؟ هنا البسبوسة بتاعتي بعد ما اتشربت كويس، شايفين لونها قد ايه تحفة. كمان القوام بتاعها واضح من الصورة ان هو القوام بتاعها طري جدا. هنبتدي نقطعها مع بعض واوريكم القطعة بتطلع معايا ازاي بكل سهولة. شايفين المقطع ما بيعملش مجهود خالص، انا مجرد شايفين قد ايه هي طرية. انا اصلا خايفة اقطعها من كتر ما هي طرية وما شاء الله مرملة جدا. شايفين المقطع ده كبير، انا هجيب مقطع صغير شوية عشان اقدر اطلع القطعة من غير ما ابوظ شكل الصينية. انا بالراحة خالص بطلعها، انا خايفة، مرملة جدا ما شاء الله وطرية جدا مش مستحملة. شايفين شايفين القطعة قد ايه مثالية وتحفة. صدقوني البسبوسات بالطريقة دي، اعتمدوا الطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله وهتبهركم، هتبطلوا تشتروها من بره اصلا. البسبوسة تحفة مرملة جدا. شايفين واخدة لون من تحت ومن فوق ومن جوه بنفس اللون، كلها لون موحد. البسبوسة مرملة جدا، طعمها تحفة بجد. هتنبهروا بنفسكم ان انتوا عملتوا البسبوسة دي في البيت.
مش هتبطلوا تعملوها، يلا قوموا بقى اعملوها وجربوها دلوقتي وابعتولي التطبيقات بتاعتكم ان انتوا طبقتوها، وقولوا لي رايكم فيها. وما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا عايزه اوريكم كمان البسبوسه فضلت معايا لتاني يوم. انا هوريكم البسبوسه حلوت حرفيا. دي يعني دي اخر قطعه من البسبوسه، كانت تحفه معايا. شايفين قد ايه هي لسه طريه ومحافظه على القوام الجميل بتاعها، ما نشفتش معايا خالص، بالعكس البسبوسه كل ما بتقعد بتحلو. لو عجبكم الفيديو بقى لايك وشير وفعلوا الجرس واشتراك للقناه، وما تنسوش التطبيقات بتاعتكم بعتوها لي، هتفرحني جدا. وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها مقدما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.